ناول المدرس الألماني القنبلة للصبي. سحب الصبي دبوس الأمان عن طريق الخطأ. صرخ المدرس فيه طالبا منه أن يرمي القنبلة، لكن الصبي وقد تملكه التوتر أسقط القنبلة على الأرض. تجمد جميع المجندين في أماكنهم. لم يعد المدرس يعيرهم أي اهتمام، فاستدار وركض مبتعدا. في تلك اللحظة ألقى صبي آخر بنفسه فوق القنبلة. هذا الصبي أنقذ الجميع. أقامت المدرسة مراسم تأبين للصبي الذي سقط، بل وثبتوا قطعة معدنية على تابوته. كان فريدريش يراقب المدرس الجبان وقلبه ممتلئ بالكراهية، فقبل أيام كان المدرس قد اكتشف أن الصبي الراحل قد تبول في فراشه، فأجبره على حمل فراشه إلى الساحة المركزية، بل وأمره علنا بإنزال سرواله والتبول عليه، وإلا فسيعاقب زملاؤه في الصف بسبب خطئه. كان الصبي يائسا تماما، لكنه لم يجد خيارا سوى الامتثال. وكانت هذه الإهانة بالذات هي التي دفعته لأن يلقي بنفسه فوق القنبلة. في حصة التدريب في اليوم التالي أراد المدرس أن يتباهى بعضلات بطنه. أمر فريدريش أن يتقدم ويضربه، لكن فريدريش تعمد كبح ضربته. وفي اللحظة التالية شن فريدريش هجوما مباغتا أصاب المدرس بألم مبرح فتلوى من شدته. زاد ذلك من حقد المدرس، فقاد المجندين إلى نهر متجمد وأمر الجميع بخلع ملابسهم. جعل المدرس فريدريش يبدأ أولا. دخل فريدريش الماء ممسكا بحبل وهو يسبح إلى الأمام، وبعد أن خرج جاء دور صديقه، لكن 5 دقائق مرت ولم يظهر صديقه بعد. أسرع فريدريش ليتفقد الأمر، فوجد صديقه قد تجمد في منتصف الطريق وقد استنزفت قوته، فأفلت الحبل أخيرا. أخذ فريدريش يضرب الجليد بيأس، لكن دون جدوى. شاهد عاجزا صديقه وهو يغوص تحت السطح. انهار فريدريش ممتلئا بالكراهية تجاه الأكاديمية. في ذلك اليوم دخل فريدريش نزالا في الملاكمة. أمطر خصمه بالضربات وأسقطه بسهولة، لكنه رأى بعد ذلك الضباط ومدير المدرسة يهتفون له من المدرجات. أدرك حينها أن الجميع ضحايا هذه الحقبة، لذلك أنزل فريدريش قبضتيه وترك خصمه ينهال عليه ضربا بلا رحمة. خسر فريدريش النزال، وكما كان متوقعا أمر بخلع زيه وطرد من المدرسة. غير أن فريدريش ألقى نظرة أخيرة على هذا الجحيم، ثم استدار ومضى دون تردد.